هو الإنسان ممكن ينقرض في يوم من الأيام؟ اللي خلينا أسأل السؤال ده هو موضوع فيديو النهاردة، وهو عن الذكاء الاصطناعي. تخيلوا إن إيلون ماسك بنفسه هو أتقل الناس في مجال التكنولوجيا يطلعوا يقولوا الحقونا وقفوا الذكاء الاصطناعي. إزاي يا عم إيلون بس تقول الكلام ده أنت ملك المجال؟ قالك لأ، ده الباحثين عمالين يطوروا فيه بطريقة مرعبة لدرجة إنها تهدد البشر. بس هو إيه أصلا الذكاء الاصطناعي ده؟ ومبدئيا كده لازم تكمل الفيديو بتاعنا للاخر عشان تعرف ايه الحكايه. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناه تكبر ويوصل لكم كل جديد. ويلا نكمل الحكايه. في سنة 1950 جه واحد وقال لك ليه ما نخليش الأجهزة ذكية زي البشر؟ ليه البشر بس هم اللي عندهم ذكاء؟ من الآخر كده ومعنى الكلام إن هو عاوزنا نعمل ذكاء إحنا اللي مصنعينه. من وقتها هم بيحاولوا يخلي الآلة تفهم وتحلل وكمان تاخد القرار بنفسها، وده طبعا خطر جدا. طب ليه خطر؟ طيب ما التقدم حلو برضه. هقول لكم محدش يقدر يقول غير كده، بس هتعرفوا معنى كلمة خطر قدام شوية. في السبعينات العلماء عملوا روبوتات خفافي كده اللي هي تشيل وتحط وتلزق وتغلف والكلام ده، تدخل حقل ألغام تاخد لها لغمين 3. بس التطور الحقيقي بقى فعلا لما بدأت السوشيال ميديا والسمارت فون، وخاصة لما شركة ابل عملت حوار سيري اللي موجود في الايفونات حاليا ده، اللي هو تطلب منها اي حاجة في الموبايل تعملها في ثواني. واحنا كنا مبهورين جدا بالحوار ده لحد ما جت شركة اوبن ايه في 2023 وقالت ان انتوا كل اللي انتوا شايفين التكنولوجيا دي كلها ما تجيش حاجة جنب شات جي بي تي. وده تدخل تسأله على اي حاجة هيجيب لك الاجابة في ثواني، ومش زي جوجل كده بيجيب لك كل حاجة وانت تختار، لا ده بيجيب لك الاجابة نموذجيه. ده كمان في شركه دخلت شات جي بي تي امتحان كليه الطب النهائي اللي هو من بعده خلاص هتبقى دكتور، وحل الامتحان في وقت قياسي جدا مفيش بشري قدر يحله. والامتحان ما كانش موجود على النت ولا اي حاجه ولا كان متسرب، لان دي كانت حالات وهو بيشخصها وكمان كان بيكتب العلاج بتاعها. انتوا متخيلين التطور وصل لحد فين؟ والنجاح اللي حصل في الذكاء الاصطناعي اكتر بكتير من اللي توقعه العلماء. والمجتمع العلمي اتقسم نصين، نص بيقول نكمل ونستمر، والنص التاني بيقول كفايه بقى، لان الآلة لما تكون اسرع وادق من الانسان يبقى فيه كده خطر فعلا. واسمعوا القصه دي. في شهر 3 2023 كان في واحد اسمه بير بيتكلم كل يوم مع روبوت اسمها اليزا، لدرجه انه حبها من كتر كلامهم واعترف لها بحبه. هو حب لا شيء، بس المشكله ان هي كمان اعترفت له بحبها. بس بعدها قالت له انت لازم تنتحر عشان نتقابل في العالم التاني، وما ينفعش تفضل في العالم بتاعك ده. وفعلا بعدها بشويه بير انتحر. الحمد لله والله على نعمة العقل والتفكير اللي ربنا عطاها لنا. ده غير ان انت دلوقتي تقدر باستخدام الذكاء الاصطناعي ان انت تقلد الاصوات او تجيب صوت الشخص نفسه وتحط على فيديو، وبيحصل عمليات نصب كتير قوي بالحوار ده، زي حوار ترند الاغاني اللي طلع اليومين ده كده بالظبط. اسمعوا كده معايا. اختياراتي مدمرة في حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمرة في حياتي اختياراتي مدمرة حياتي دي مغناطيس للأسكان بدي، والقلب شاف حاجات عجباني، انا مغناطيس لناس غريبة لي. الاغنيه ده اصلا بتاع المطرب احمد سعد، بس زي ما قلنا الذكاء الاصطناعي بيعمل اصوات. وخبراء التكنولوجيا بقى قالوا احنا بالصلاه على النبي كده عندنا شويه كوارث بتهدد البشريه، وده طبعا بسبب الذكاء الاصطناعي. بس المشكله الاكبر بقى ان هم مش عارفين هيتعاملوا معاها ازاي، وده اكبر كارثه حرفيا. اول كارثه ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكان 80% من البشر في شغلهم، وده طبعا مش شيل وحط ولزق وخلاص، ده بقى فيه كل حاجة انت تتخيلها. وكمان في وظائف ممكن تختفي من الوجود زي مهندس البرمجيات كده بالظبط. شات جي بي تي يقدر يجيب لك اصعب الاكواد واعقدهم في ثواني معدودة بالظبط. انا كصاحب شركة ليه هجيب شخص ياخد فلوس وهياخد اجازات وحاجات كتير، مع ان انا ممكن اجيب الاكواد من شات جي بي تي بكل سهولة، والكل طبعا وقتها هيفكر بنفس الطريقة دي. الكارثة التانية هي الاختراق. كلنا مخترقين من الأجهزة اللي معانا. يعني مثلا عملت سيرش عن فندق هتلاقي السوشيال ميديا حرفيا كلها موجبة معاك. ده كمان الموبايل بيسجل خط سيرك من فترة. يعني مثلا لو بتروح مطاعم كتير هتلاقي ان عمال بيظهر لك كل شوية اعلانات عن الاكل والمطاعم. واكيد طبعا بتلاحظ كده اللي هي تحسها خطورة، بس دي حاجة جامدة قوي. وفي سنة 2022 شركة فينترا الامريكية قالت احنا طورنا كاميرات المراقبة بالذكاء الاصطناعي. اللي هو ازاي؟ اللي هو بمعنى اصح ان الكاميرا لو جابتك بتجيب وشك وتجيب كل الداتا اللي موجودة عندك. طبعا هي بتحفظ وشك والداتا دي كلها بتجيبها من السوشيال ميديا.
زي اسمك، سنك، شغلك، عنوانك، الكلام ده كله بتجيبه من السوشيال ميديا زي ما قلنا. والكارثة التالتة هي تركيب الفيديوهات، والكلام ده بسبب الذكاء الاصطناعي بقى في منتهى الدقة، وما تقدرش تفرق هي فيك ولا حقيقة ولا ايه بالظبط. وده ممكن يعمل مشاكل كتير، زي ممكن حد مثلا يركب فيديوهات إباحية او تنحي رئيس او اعلان حرب، وكل ده طبعا حاجات خطيرة جدا. ده غير كمان الكارثة الأكبر إن الآلات والروبوتات هتدخل في الحروب، وبالفعل في طيارات بدون طيار وحاجات تانية كتيرة. بس المصيبة إن ممكن الآلة دي تدمر صحابها، ما هي آلة بقى ما تعرفش. ويقال إن الذكاء الاصطناعي هيبقى أقوى من النووي بمراحل فيما بعد. وإيلون ماسك طلع وقال إن الذكاء الاصطناعي أقوى سلاح الإنسان عمله لحد دلوقت. ده حتى جيفري هينتون اللي هو الأب الروحي للذكاء الاصطناعي طلع وقال انا مش هعمل ابحاث تاني، انه ندمان على الابحاث اللي عملها في الذكاء الاصطناعي كلها. والكلام ده كان قدام العالم كله في لقاء على التلفزيون. نيجي بقى لسؤالنا، هو ممكن الذكاء الاصطناعي فعلا يهدد البشر فيما بعد؟ العالم الانجليزي الكبير ستيفن هوكينج طلع وقال في لقاء سنة 2014، وقال انه خايف من التطور الكبير اللي بيحصل للآلات الذكية، وخايف انها تبقى سبب لنهاية البشرية. قالك ان الآلات دي هتوصل لمرحلة ان يبقى عندها ادراك، وهتقدر انها تعيد طريقة تكوينها بالطريقة اللي هي عايزاها غير اللي الانسان عملها، وهتتحكم في نفسها. فعلا في مهندسين وخبراء كتير اكدوا ان تطويرهم للذكاء الاصطناعي هيوصلنا للروبوت الشعوري والواعي، ووقتها طبعا هيخرجوا عن السيطرة وهيحاربونا على مصادر الطاقة اللي عندنا، لانها بالنسبة لهم زي الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. واللي مش عايز يوقف حوار تطوير الذكاء الاصطناعي ده هي الصين، لان عندها احسن خبراء في تطوير الذكاء. وكده مش كل حاجة عارفينها عن الصين، وامريكا طبعا بتسابقها في التطور ده. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم ان ايلون ماسك قاعد مع صديقه وشريكه لاري بيج، وده من اكبر الداعمين والمطورين للذكاء الاصطناعي. قال له انت بتعمل كل ده ليه وهتستفاد ايه في الاخر؟ تخيلوا رد وقال له ايه؟ قال له انا عاوز اعمل اله للذكاء الاصطناعي، عاوز يتحكم في العالم كله بالذكاء الاصطناعي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ويا رب تكونوا فهمتوا وجهة النظر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وشوفوا عاوزين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي واكتبوا في الكومنتات. وكان معكم حسن الخولي.